ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض فيديو جديد، هنشوف الشخص اللي في بالك ايه اللي بيقوله عنك، ايه اللي بيدور في دماغه عنك بالظبط، وبيقول مثلا للناس ايه اللي عجبه وهكذا. كل اللي عليكم تختاروا جروب من الاتنين، الجروب الاول الحجر الازرق، الجروب التاني الحجر الاحمر. دلوقتي هنقسم الكروت وهنبدأ. لو انتوا اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا. جروب نمبر 1 اهلا بيكم. اوكي، الكارت الاول انا شايفة ان ممكن يكون العلاقة دي فيها عوامل اختلاف، علشان كده هي معلقة، لكن على الرغم من عوامل الاختلاف اللي موجودة الا ان انتوا الاتنين عندكم تعلق قوي جدا ببعض. طيب تعالوا نشوف الطاقة بتاعتكم في العلاقة. بيج اوف كابس، ده انت معجب بيه، ده انت بتراقبه كده طول الوقت في صمت، بتتفرج على صوره، بتراجع الشات طول الوقت، بتفكر فيه طول الوقت، بيجي على بالك. فانت هنا عندك اعجاب شديد بيه وعندك حب قوي ليه، وراسم له كده في دماغك صورة ولوحة حلوة قوي قوي، وانت بتعرف تعبر عن مشاعرك بشكل كويس. طيب تعالوا نشوف الطاقة بتاعته هو بقى، يا رب يكون على نفس كده الطاقة بتاعتكم دي. اوه، ده هو اللي مدرك هنا الخلاف، يعني في الظهر بتاع الكروب كان ده الكارت اللي طلع. يعني هنا انت عندك اعجاب بيه، لكن الشخص ده حاسس ان هو في مفترق طرق، حاسس ان هو المفروض يعمل خيار، حاسس ان هو يا كده يا كده، محتاج ان هو يختار حاجة او يختار حد او يختار طريق، وهو مدرك سبب الخلاف اللي بينكم. شايف ان انتوا الاتنين مختلفين شوية، ويمكن ده اللي عامل هنا معانا المشكلة. فنقدر نقول ان انت ماشي في الموضوع اكتر بقلبك وهو بعقله. تعالوا نشوف طاقة العلاقة. العوامل الاختلافات بتمثل طرف تالت في العلاقة. انا شايفة ان انتوا بتتعاملوا مع حد عملي، او لسه قدامه المستقبل طويل، او حياته طويلة، او حد لسه بيركز في حاجات، او بيعمل اختيار، او بياخد قرار مصيري زي ما انا قلت لكم. المهم ان العلاقة دي فيها هنا طرف تالت، والطرف التالت هنا مش حاساها علاقة قد ما حاساها خلافات، عقبات، انتوا الاتنين مختلفين، حد دلوقتي مركز في حياته وهكذا. شايفة برج السرطان والأبراج المائية والأبراج النارية. طيب تعالوا نشوف الشخص ده بيقول عنكم ايه. تعالوا نشوف الأول بيتكلم عنكم مع حد. نعم، بنسبة كبيرة بيتكلم عنكم مع حد مقرب ليه، حد ممكن يكون معاه في شغل مقرب ليه، أو صداقة قريبة، أو للبعض منكم اللي متجوزين هو بيكلم حد من عندكم انتوا يصلح الوضع ده للبعض. أنا شايفة هنا إن الشخص ده بيتكلم عنكم وفي حاجة فيها مشكلة أو أزمة تتحل، يعني سواء انتوا مع بعض أو مش مع بعض دلوقتي، الشخص ده بيتكلم عنكم من أجل إن هو يصل لحل أو ياخد قرار سليم. فهو من الآخر كده بيسأل حد عن رأي، استشارة، نصيحة وهكذا. طيب تعالوا نشوف بيقول عنكم ايه في دماغه، يعني ايه الكلام اللي بيدور جواه. ايه ده؟ ايه كل الغموض ده؟ معقول انتوا غامضين قوي كده يا جروب نمبر 1؟ ده بيقول عنك ان انت غامض جدا، وان انت صعب الفهم، واغلب الوقت بتكون ساكت. حتى هنا يمكن في الكارت انت بتحبه لكنك ساكت شوية. فهو بيشوفك حد غامض جدا، ممكن تكون بتختفي كتير او بتنعزل كتير، او سهل ان انت تفهم اللي حواليك او تعرف تفاصيل عنهم، ومريح في السمع، يعني بتعرف تسمع كويس، لكن مش اي حد يعرف حاجة عنك، او مش اي حد مثلا تحكي له حاجة. فهو بيشوفك هنا كلامك قليل لكنك ذكي، وعندك روحانيات، عندك حدس كده داخلي، وشكلك قفشته في حاجة بقى، او انت ذكي جدا. فهو بيشوف ان دي الطاقة بتاعتك، لكن بيراك حنون جدا، بيشوفك حنين جدا، والحنية بتاعتك اكتر حنية ابهات او امهات. لكن بيحس انت ممكن بتبقى شكاك شوية، بتهرب شوية، بتختفي شوية، يعني وجودك اصبح غير مضمون في حياته. تعالوا نشوف خطوته. الشخص ده عايز يكون في عدل في العلاقة، عايز يديلك حقوقك في العلاقة، عايز يستقر على حاجة معينة. أنا شايفة إن العلاقة دي يمكن فيها اختلافات وفيها تدخلات كتيرة، يمكن مش عارف حاليا يتصرف ازاي،
اوكي، لكن هو ناوي ان هو يعمل العدل عامة، ان هو ما يظلمكش، ان هو ما يجيش عليك، ان هو لو مش قادر يعمل لك حاجة مش هياخد خطوة. طيب الابراج اللي موجودة: سرطان، حوت، عقرب، ميزان، عذراء، قوس. لكن في الوقت الحالي يمكن الشخص ده مفيش في ايده حاجة يعملها. انا شايفة ان في هنا تعافي وهدوء عندكم انتوا الاتنين، وبتعيدوا تفكيركم في حاجات كتير في العلاقة دي. يمكن بعد شهر الشخص ده هيبدأ ان هو يعمل اكشن، خلينا نتأكد، يعمل خطوة. ممكن هيطلب ان انتوا تسامحوه، او هيدخل حد من اجل الصلح او حل خلاف موجود. تعالوا نشوف رسايله ليكم، عايز يقول لكم ايه الكلام اللي بيدور جواه بيبقى عايز يقول. بيقول لك: انا بتابعك طول الوقت من بعيد حتى وانت مختفي كده، وانا دلوقتي بواجه كارمة ونتائج افعالي. انا دلوقتي عرفت قد ايه انا محتاج لك في حياتي، وقد ايه انت الشخص الوحيد اللي انا عايزه، وقد ايه ده حب حقيقي. علشان كده انا لحد دلوقتي مهتم جدا بيك وبعمق. فكده نكون خلصنا قراءتكم. ميرسي جدا ليكم. لو القراءة انطبقت وحبتوها ما تنسوش اللايك، لو ما انطبقتش ممكن نشوف الجروب التاني. اهلا بيكم يا جروب نمبر 2 اللي اخترتوا الحجر الاحمر او اللي اخترتوا بالحروف، حروف اسم الطرف الاخر. ويلا نشوف اول كروت طلعت لنا. تمام، انا شايفة هنا الرجالة في العلاقة دي هم حاليا في فترة صمت وساكتين او ما بياخدوش خطوة، لانهم عندهم توتر وتشتت وزعلانين من حاجة وبيفكروا في حاجات كتير. والبنت هنا ممكن تكون حاولت اكتر من مرة ان هي تقدم مساعدة او دعم او تبعت مسج او تعمل حاجة، لكن هي مستغربة. شايفة ان الراجل في العلاقة دي كتوم جدا، ولما بيحصل حاجة تزعله سواء في العلاقة او بره بيتخنق وبياخد جنبه، ما بيبقاش حابب ان هو يتكلم. والبنت هنا او الطاقة الانثوية ما بتبقاش فاهمة تعمل ايه او تتصرف ازاي. لكن انا شايفة هنا ان البنات في العلاقة دي اقوياء وعندهم السيطرة قوية على نفسهم وعلى رغباتهم ومشاعرهم، وانتوا الطرف الاكتر قوة او اللي في مركز قوة في العلاقة دي، وليكم سيطرة كبيرة عليه. طيب تعالوا نشوف الطاقة بتاعتكم في العلاقة يا جروب نمبر 2. نشوف الطاقة بتاعتكم في العلاقة. النايت اوف ووند ده انتوا متحمسين له قوي بقى، ده انتوا عندكم شغف قوي عليه، سواء شغف ان انتوا تتخذوا خطوات في العلاقة، شغف ان العلاقة دي تمشي اسرع، شغف ان يحصل بداية او رجوع. لكن انتوا عندكم مشاعر فيها حماس وشغف تجاهه. تعالوا نشوف الطاقة بتاعته. الشخص ده بيحب الوقت اللي بيقضيه معاكم. طيب خليني اشوف حاجة. الشخص ده ممكن يكون حذر معاك في العلاقة، لان هو حاسس ان ممكن يكون في حياتك حد. خليني اقول لكم ان الشخص ده ممكن تكونوا انت وهو لسه كراش. تمام، فهو خايف ان يكون في حد في حياتك، وللبعض منكم انتوا عندكم طرف تالت. طيب تعالوا نشوف طاقة العلاقة دي. العلاقة اون واوف. تمام، العلاقة اون واوف. وانا شايفة ان انت يمكن مشاعرك انت وهو مش ثابتة. انت هنا طالع لي في طاقة نارية برضو، حماس، شغف، اندفاعية، وهو طالع في طاقة ان هو بيحب الوقت اللي بيقضيه معاكم. ويمكن هو حذر من الاستقرار او الالتزام، على الرغم ان هو بيشوف ان انت الشخص اللي الالتزام معاه او الجد معاه هيكون حلو جدا، لكنه ستيل حذر. عشان كده العلاقة دي اون واوف طول الوقت. طيب تعالوا نشوف اجابة السؤال بتاع هل بيتكلم عنكم مع حد. لا، شايفة ان الشخص ده مش حد بيتكلم كتير. انا شايفة ان هو شخص ساكت اغلب الوقت، ويمكن لو بيتكلم مع حد بيتكلم معاكم انتوا بس. انا شايفة ان في حالة غضب في الوقت الحالي، فما فيش كلام، والشخص ده ممكن يكون بيتهرب من تفكيره فيك وهكذا.
العلاقة دي ممكن يكون داخلها لا قدر الله أسحار أو طاقات سلبية أو ناس موقعة، يا إما هنا خوف شديد، خلافات شديدة، عناد شديد. شايفة ان انتوا الاتنين في بينكم شد وجذب طول الوقت، والعلاقة فيها يمكن بناية غير سليمة، يعني العلاقة بنية على ظلم حد أو على تهاون من حد مثلا في حقوقه. فأنا شايفة هنا ان الوضع ممكن يكون غير سليم شوية، عشان كده العلاقة انهارت أو اتهدت أو وقفت في الوقت ده. تعالوا نشوف كده الشخص ده يعني بيقول عنكم ايه جوه دماغه كده، بيفكر ازاي فيكم. شكلك انت يعني حرام كنت انت اللي بتستنى وحاجات كده. طيب يعني على الرغم ان انت عندك حماس او شغف دلوقتي، شفت كنت لسه هقول لكم بس بدايه الكروت كان طالع كارت القوه، ادي كارت القوه رجع تاني في بدايه الكروت. انت عندك حماس قوي لكنك مسيطر على نفسك. ليه؟ لان انت شايف ان هو بيتهرب منك او عنده ناس تانية او اون واوف معاك. فانت بقى عندك غضب، انت مش عايز ان الوضع يمشي كده. فهو بقى بيقول عنك ايه؟ بيقول عنك ان انت انتظرته كتير، تعبت عشانه كتير، عملت مجهود عشانه كتير، بتحبه جدا واستنيته مدة طويلة لحد ما حصل لك احباط، وبدأت ان انت تقرر ان يكون نفسك بس وان حياتك بس واولوياتك هي انت وبس. فده هنا الطاقة او كيف يراك، او بيقول عنك ايه؟ بيقول عنك كمان انت اصبحت عنيد وما بقاش مشاعرك هي اللي بتتحكم فيك، وان انت بقيت تتعامل بعقلك جدا وصعب ان انت تلين. فهو بيقول عنك شخص عنيد مش لين. بقيت بتاخد دلوقتي قرارات حازمة جدا وبتنفذها وبتعملها فعلا، وما بقتش في الطاقة القديمة. تعالوا نشوف كده خطوته. لا هو هياخد خطوة سريعة، هياخد خطوة سريعة، بس الخوف هنا ان هو زي ما قرب بسرعة يمشي بسرعة. طيب الأبراج أو الطاقات اللي ظاهرة موجود معايا هنا برج الجدي وبرج الثور وبرج الحمل، وموجود معانا كل الطاقات بقى. شوف كروت الإجابات هتقول لنا ايه. in the near future، في خلال الفترة الجاية هيبقى في خطوة، بس شفت مش قلتلكم ممكن يمشي تاني؟ فخليكم عندكم حزم تجاه هذا الشخص يعني. فمحتاجين هنا تاخدوا خطوة فيها حزم معاه، او الوضع ما يرجعش بسهولة، علشان ما يرجعش ان الشخص ده يبعد مثلا مرة اخرى عنكم. فده هنا اللي مهم يعني، لكن خصوصا اللي بقالكم هنا شهور في توتر، ففي الفترة اللي جاية هيكون في خطوة من الشخص ده. طب الكارت ده طار، خدوا بالكم للشخص ده يهرب تاني. الشخص ده طالع لي ان هو عمال في طاقة هروب ورجوع وهروب ورجوع تاني. فايه ده بقى؟ يمكن الشخص ده بيهرب لان هو عنده التزامات اخرى. فشايفة ان كتير منكم بتسعوا لبداية جديدة. طلع معايا برج الثور. تعالوا نشوف رسايله ليكم عاملة ازاي، عايز يقول لكم ايه الشخص ده. محتاجين تاخدوا حذركم منه بصراحة، يعني كروت هنا كتير اوي مش مطمنة، حاسة في تعلق، في تملك، في استغلال. بيقولك في رسايله بقى انا قلبي اتجرح كتير جدا زمان، لو حبك ده حاجة غلط والناس شايفاها ما تنفعش، فانا برضو بحبك، وانا مش عارف ومش عايز اغير حياتي دلوقتي. انا حاسس ان انا محاصر وفي اكتر من حاجة بتأثر عليا في ان انا اخد خطوة تجاهك. انا شخص مش بيحب نفسه كفاية وعنده مشاكل في شخصيته مع نفسه، فازاي كنت هقدر احبك حب سليم؟ انا تظاهرت ان انا مش مهتم بيك، لكن دي مش الحقيقة. فده اللي انا شايفاه. الشخص ده ممكن ما يكونش عنده نية ان هو يعمل خطوة حقيقية عشانكم، فيا اما تكونوا اكتر حزم معاه ويقبل بالوضع ده لو انتوا عايزين العلاقة دي تبقى جد، يا اما لو انتوا مش حابين الشخص ده فهيكون احسن ليكم بداية جديدة، لان انا شايفة ان الشخص ده اون اوف معاكم وما عندوش استعداد يعمل خطوة حقيقية. طب تعالوا نشوف كروت الرومانس انجل هتقول لنا مثلا ايه. خلي عندك تفاؤل بشأن حياتك انت العاطفية، انت عندك جاذبية كبيرة، خد الوقت ده كده في هدوء. الشخص ده كده كده هيرجع، ده امر مفروغ منه. انا شايفة انه ممكن يكون عنده اطفال او حاجات زي كده، او هو شخصية طفولية. انتوا عندكم حب جديد وانتوا تستاهلوا الحب.
ويمكن هيكون صديق الشخص الجديد ده، أو هتعرفوه عن طريق أحد الأصدقاء، والشخص ده كده كده هيرجع. بس عشان أكون صريحة معاكم، ويمكن دي حاجة انتوا عارفينها، الشخص ده يمكن مش حد بيعمل خطوات حقيقية تجاهكم، هو بيرجع بس، لكن مش بيكون باللي انتوا عايزينه، أو بيرجع زي كل مرة. فكده نكون خلصنا، ونشوفكم قريب في فيديو جديد.